السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملت معاكم الصوبيا. النهاردة هنعمل مع بعض التمر هندي والكركديه. هنعمل الأول التمر هندي، بس في الأول كده بديله شوية على النار زي الكرملة بسيط. هنعمله مع بعض برضو. الكركديه ببقى غسلاه، والتمر هندي طبعا غسلينه. الكركديه بعمل فيه ايه؟ ما بعملش فيه اي حاجة غير اني بحط له المية زي ما انتم شايفين معاها الكركديه. بس في الاخر بعمل له تركاية حلوة جدا هتعجبكم بإذن الله. طبعا يفضل ان احنا ما نغليش كركديه على النار عشان المواد الطايره بتاعته، بس يعني احنا عشان بننقعه شويه في الميه. بنحط له السكر بقى وبرفعه على النار بياخد غلوه، وبعدين اقفل عليه واسيبه يبرد، وفي الاخر هكمل برده معاكم وهنشوف هنعمل فيه ايه. ده بالنسبه للكركديه. التمر هندي بقى هوريكم برده هنعمل فيه ايه. التمر هندي بقى زي ما انتم شايفين حطيناه في الحله، بحط له السكر وبديله شويه كده كرمله علشان كل الخليط اللي في التمر هندي يطلع وبديله طعم احلى. كل ما نكرمل السكر مع التمر هندي لما نيجي بقى ننقعه في الميه بيدي طعم بصراحه مختلف جدا. فانا هرفعه على النار معاكم وهنقعد نقلب فيه شويه لغايه ما السكر يوصل مع التمر هندي لمرحله الكرمله بتاعته. بصوا بقى احنا بنحطه على النار، وممكن حتى نستنى شويه لما السكر يعمل زي الكرمله وبعدين نقعد نقلب فيه شويه. بتبصوا تلاقوا التمر هندي بدأ يذوب ويمتزج مع السكر. اول ما يوصل للمرحله دي طبعا هنضيف له الميه بقى وهنسيبه ياخد غلوه برده بسيطه. كده كده احنا بنسيبه يتنقع شويه في الميه، وبعدين في الاخر بنصفيه وناخد بقى العصير بتاع التمر هندي اللي احنا بنحبه كلنا. بصوا بدأ السكر يكرمل ازاي زي ما انتم شايفين. احنا عايزين بقى المرحله دي بتدي طعم مختلف جدا. في ناس كتير طبعا بتحب التمر الهندي السريع الجاهز، بس انصحكم بلاش منه بصراحه. مليان بقى مواد حافظه والوان وحاجات بصراحه بتبقى فيها ضرر جامد يعني. بصوا بقى الكرمله اللي بدات تبقى في التمر الهندي من السكر، والتمر الهندي برده عارفين ان هو برده بيبقى فيه لذوعه شويه، فدي بقى بصراحه بتدي طعم حلو جدا. حبيت برده اوريها لكم. خلي بالنا بقى طبعا انا هحط الميه هنا، بس يفضل طبعا نخلي بالنا لان ده سكر والبخار ممكن يلسع لنا ايدينا. بسم الله. هنديله بقى تقليبه وهنسيبه بقى يغلي كويس، واحنا بقى انا حاطه السكر وحاطه التمر هندي يعني على طول. خلاص اول ما بيبدا يغلي ونحس ان اللون بتاعنا بقى بدا اللي احنا عايزينه يظهر هنصفيه بقى، وهو خلاص بيبقى مستنى لما يبرد وخلاص على كده. بصوا بقى التمر هندي. التمر هندي الطبيعي في البيت جميل جدا ازاي. بصوا مش شوائب ولا اي حاجه. بصوا بقى الكركديه حلو ازاي. انا بحب كمان اضيف له حاجه. الفيمتو طبعا كلنا احنا بنحب كمان نشربه كده، فلو احنا عندنا الفيمتو وجايبينه بنحط له جزء بسيط كده بيديله بصراحه طعم حلو جدا. بضيف له حبه وبعدين بزود بيهم الكركديه ده لو موجود. مش موجود طبعا الكركديه بيبقى لوحده بصراحه طعمه حلو جدا. عملنا مع بعض النهارده بقى التمر هندي وعملنا الكركديه وكنا عاملين الصوبيا مع بعض، وهنعمل مع بعض برضو ان شاء الله عصير البرتقال المانجا. كل العصائر الطبيعيه بصراحه في رمضان بتبقى افضل كتير مما نشتري الحاجات دي من بره. ان شاء الله تجربوها باذن الله وتعجبكم. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.